مين فيكم بيحس وانتم قاعدين بره ان الناموس سايب الناس كلها وجاي يقرصكم انتوا؟ السؤال، هل انتوا بيتهيألكوا ولا فعلا في سبب علمي بيشجع الناموس انه يروح لناس بدل ناس؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده. أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. معاكم رضوى عويشة، ورد وشرف. دكاترة في كلية صيدلة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الناموس، وهل فعلا في سبب علمي يخليه بيروح لناس وينفع الناس ولا لا. هو الحقيقة إن فعلا في أدلة علمية قوية إن الناموس بيبقى بينجذب لناس معينة أكتر من ناس تانية، والموضوع ده بيقدروا العلماء يقيسوه عن طريق جهاز بيخلوا الناس يقعدوا في الجهاز ده، يدخلوا إيديهم في ناحية منه وممكن حد تاني يدخل إيد في الناحية التانية، وبيطلقوا عليهم ناموس، وبعدين يشوفوا الناموس بينجذب لمين أكتر أو لجلد مين أكتر من التاني. فالحقيقة إن في نوع ناموسة اسمها الزعاجة المصرية، وهي اسمها الزعاجة المصرية بس مش شرط إنها منتشرة في مصر، هي منتشرة أكتر في دول تانية في أفريقيا. وفي تجارب كتير بيستخدموا فيها الزعاجة المصرية على أساس إن هي من الناموس اللي بينقل أنواع من الأمراض، زي مثلا حمى الضنك أو الحمى الصفراء أو أنواع تانية من الأمراض. ولقوا إن الناموسة فعلا بتنجذب انجذاب فطري للإنسان بسبب 3 حاجات. أول حاجة هو ثاني أكسيد الكربون، وتاني حاجة هي حرارة الجسم. والحاجتين دول يعني هي علامات موجودة في الكائن الحي في العموم، مش شرط يعني الإنسان. فهي بتعرف بثاني أكسيد الكربون وحرارة الجسم إن هنا في كائن حي. بس الحاجة بقى اللي بتكون خاصة بالإنسان أو مميزة ليه هي بتكون ريحة الجلد بتاع الإنسان ده. فده الريحة دي بتخلي الناموسة تعرف إذا كان الهدف اللي هي رايحة له ده هو فعلا إنسان ولا حيوان تاني ولا كده. وده بيبقى عن طريق حاجة اسمها مركبات عضوية متطايرة، يعني مركبات موجودة على جلد الإنسان بتديله الريحة المميزة. ففي تجربة عملوها، بحث 12 لقى إنه فروقات ما بين الناس موضوع انجذاب الناموس ليها ممكن يكون بسبب وجود حاجة اسمها أحماض كربوكسيلية بتكون موجودة أكتر في الناس اللي من النوع اللي بتجذب الناموس ليها، والناس اللي مش بتجذب الناموس ليها بنفس الدرجة بيكون الأحماض الكربوكسيلية أقل على جلدها. طيب احنا ازاي ممكن نغير من الريحة بتاعت الجلد دي علشان نخلي نفسنا يا اما بننفر الناموس لو احنا مش عايزين الناموس يقرصنا، او نجذب الناموس لو احنا حابين يجيلنا؟ هل احنا مولودين بالريحة دي وخلاص هي اللي هتفضل معانا طول الوقت، ولا ممكن نغير منها؟ في الواقع لا، احنا ممكن نغير منها، لان خلينا نفكر كده، استخدامنا للصابون اللي فيه زيوت عطرية او للبرفان اللي فيه ريحة ممكن تغير بشكل كبير ريحة الجلد اللي عن طريقها ممكن نجذب او ننفر الناموس لينا. فاحنا النهارده حابين نتكلم معاكم عن بحث منشور من شهرين 3 العلماء بيشوفوا فيه ازاي ممكن الصابون يأثر على انجذاب الناموس لينا. هم جابوا 5 متطوعين، الصراحة دول متطوعين يعني عندهم قدر كبير من الشجاعة لأن هم هيشوفوا الناموس بينجذب ليهم ولا لأ. والمتطوعين دول هم عندهم دراع بيسيبوه مش بيغسلوه بصابون، والدراع التاني بيغسلوه بأحد من 4 صابون مختلف. هم جربوا صابون دايل، دوف، سيمبل تروث، ونيتيف. دول ال4 أنواع اللي جربوهم. في حاجة مهمة قبل ما أتكلم على النتائج لازم نقولها عن ال4 صابونات دول. 3 منهم فيهم عطور وردية أو عطور حاجات شبه ريحة الفاكهة اللي بتخلي ريحة الصابون حلوة، لكن الصابون الأخير ريحته ريحة جوز الهند. طيب أنا ليه بميز الحكاية دي؟ لأن لما العلماء درسوا الناموس بينجذب لمين أكتر، اكتشفوا إن ال3 صابونات اللي ليهم ريحة بتاعت فاكهة وريحة ورود بتزود من انجذاب الناموس للدراع دوت، بعكس الصابون اللي كان ريحته ريحة جوز الهند نفر الناموس إنه يجي ناحية الدراع دوت. بس احنا لازم نقول إن ال4 صابونات مختلفين في حاجات تانية بالإضافة للريحة بتاعتهم، يعني المكونات اللي استخدمتها الشركة علشان تنتج الصابونة دي مختلفة، وبعض المكونات دي ممكن تكون فعلا متطايرة وهي كمان بتأثر على ريحة الجلد، وبالتالي بتشجع الناموس إنه ينجذب أو يبعد. فدي نتائج مبدئية للبحث دوت، طبعا محتاجين ندرس أكتر، لكن أنا عن نفسي لو هختار أنا هختار جوز الهند. علشان إيه؟ على الأقل في بعض أدلة اللي طبعا لازم نتأكد منها، بس ممكن تقول إن دوت بينفر الناموس مننا.
هي الحاجة المميزة في البحث بتاعهم والنتائج بتاعتهم إن نفس الشخص اللي هو من النوع اللي بيجذب الناموس ليه، هو الشخص ده لما غسل دراعه بنوع معين من الصابون، ده خلى إن الناموس ينجذب أكتر لدراعه، ونفس الشخص لما غسل دراعه بنوع تاني من الصابون، ده خلى إن الناموس ينفر منه ويبعد عن دراعه. فالحاجة الغريبة إن فعلا إحنا ما كناش نتخيل إن الصابون او العطر ممكن يغير قوي كده لقد ايه الناموس ينجذب لينا. ودي حاجة تعتبر جديرة بالملاحظة، لأن هي بتدل على إنه المنتجات اللي إحنا بنستخدمها ممكن إن إحنا نستخدم أنواع منتجات ما بنفكرش فيها خالص، هي اللي تخلي إن إحنا عرضة إن الناموس يقرصنا أكتر. مظبوط فعلا، يعني حتى الصابون لما الدراع اتغسل بيه الريحة دلوقتي الدراع بقى عليها فضلت مستمرة في المتطوعين دول فترة، لأن هو بيغير الريحة بتاعت الجلد الفترة، مش بس من بعد غسيل الدراع على طول، لا ده استمر فترة من الوقت، فيمكن تأثيره بيطول أكتر ما احنا كنا متخيلين من قبل كده. بس طبعا مهم ان احنا نبقى برضو عارفين ان هو في عامل وراثي، يعني احنا ممكن نغير الريحة بس هو برضو في عامل وراثي. ده بقى ما نقدرش ان احنا نغير فيه. العامل الوراثي بسبب الحمض النووي اللي احنا ورثناه من الاب والام، اللي بيحدد طبيعة الريحة بتاعت الجلد اللي موجودة في كل واحد مننا. طب هم العلماء عرفوا منين اصلا ان في عامل وراثي؟ هم جابوا توأم، في طبعا احنا عارفين نوع توأم يبقى متطابق وفي نوع تاني توأم مش متطابق. ايه الفرق؟ التوأم المتطابق ان بيبقوا الاتنين شبه بعض بالظبط، ولدين شبه بعض بالظبط او بنتين شبه بعض بالظبط، بيبقى الحمض النووي بتاعهم هما الاتنين تقريبا 100% زي بعض، تقريبا مفيش اختلاف خالص. لكن التوأم المش متطابق بيبقوا اتنين اتولدوا في نفس الوقت لكن الحمض النووي بتاعهم مختلف، حتى ممكن يبقى ولد وبنت هم ما بيبقوش شبه بعض قوي، يعني اخوات عادي مش توأم نفس الشكل بالظبط. فهم العلماء جابوا 20 توأم متطابق و20 توأم مش متطابق، وقالوا لهم بقى احنا عايزين نجرب فيكم، عايزين نعرف هل الناموس بينجذب بنفس الدرجة لدراع التوأمين ولا بيفضل توأم عن التاني. واكتشفوا إن في التوأم المتطابق الناموس بيفضلهم هما الاتنين زي بعض، يعني لو بيحبهم هيروح لهم هما الاتنين، لو ريحة الجلد بتاعتهم منفرة للناموس مش هيروح لهم هما الاتنين زي بعض. بعكس التوأم المش متطابق في فرصة أعلى إن الناموس يكون بيفضل أحد التوأمين عن التاني. فإحنا كده نستنتج إن فعلا في عامل وراثي بيشجع الناموس ينجذب لحد عن الشخص التاني. يبقى فعلا الحمض النووي بتاع الإنسان ممكن يأثر على الريحة بتاعة الجلد، أو يأثر على حاجات معينة بتخلي الناموس فعلا ينجذب للشخص ده. حاجة تانية ممكن تخلي الشخص ده بيجذب الناموس أو ما ينفره منه، هو نوع الأكل اللي احنا بناكله. إن الأكل طبعا ليه ريحة، والريحة بتاعة الأكل ممكن جزء من المركبات المتطايرة بتاعتها أو الزيوت المتطايرة بتاعتها تطلع في العرق وتطلع على الجلد، فده ممكن يأثر على مدى انجذاب الناموس للشخص ده، أو إن هو يتنفر منه. مظبوط، وكمان في أسباب تانية، يعني حاجات ممكن تغير من ريحة الجلد زي مثلا الحمل. يعني العلماء أثبتوا إن فعلا الستات الحوامل انجذاب الناموس ليهم من ضعفين لأربع أضعاف ونص عن الناس اللي مش حامل، لأن فترة الحمل بتغير من نسبة المركبات العضوية المتطايرة الست الحامل بتكونها على الجلد بتاعها، وبالتالي تشجع الناموس إنه يجي للأسف يقزقزها. كان في بعض الأفكار التانية اللي كانت عند العلماء بس أثبتت إن هي مش بتأثر على انجذاب الناموس، زي مثلا فصيلة الدم. يعني أنا فاكرة حتى وأنا صغيرة كنت بسمع إن ده علشان مثلا فصيلة الدم بتاعته ألف أو ب الناموس منجذب ليه، لكن فعليا الأبحاث العلمية اللي كانت بتحاول تدور على ربط ما بين انجذاب الناموس للشخص وفصيلة الدم كانت النتائج بتاعتها متناقضة، فلغاية النهاردة ما نقدرش نقول إن فصيلة الدم بتأثر قوي على انجذاب الناموس. ففي ناس كتير بتسمعنا بتقول طيب خلاص انا عرفت ان انا مغناطيس للناموس، الناموس هيفضل يجي لي ويفضل ينجذب ليا، طب انا اقدر اعمل ايه؟ هو الحاجه اللي المفروض ان احنا نعملها لو فعلا رايحين مكان قلقانين الناموس يقرصنا، خصوصا الاماكن اللي بيكون فيها امراض بتتنقل عن طريق الناموس، زي لا قدر الله الملاريا او حمى الضنك او الحمى الصفراء او اي حاجه من الامراض دي، المفروض ان الصح ان الواحد يرش على جلده اي حاجه من الحاجات المنفره للناموس
الناموس أو طاردة للناموس زي الديت. الديت ده هو المادة الموجودة في أنواع كتير من يعني الرش اللي هو طارد للناموس اللي معمول أو مصمم عشان يتحط مباشرة على الجلد. ده مش معمول إنه يترش في الهواء مثلا أو في البيت، ده معمول عشان يترش على الجلد. المفروض إنه الديت ده هو اختصار أو هو اختصار للاسم العلمي أو الاسم الكيميائي لمادة اسمها بالعربي ثنائي إيثيل التولواميد. فالديت ده ناس كتير يعني في مصر للأسف قلقانة إنها مثلا تستخدمه أو كده، أو بتقول إن دي حاجة مش آمنة لمجرد إن هي كيميائية. فيعني إحنا حابين نغطي شوية النقطة دي. هو يعني بيستخدم من سنة 1957 ولغاية دلوقتي مفيش أي حاجة تخلي إن إحنا نقلق منه، أو مفيش أي دليل إن هو يسام أو إن هو بيعمل أي مشاكل في أي حد. فهو طبعا من سنة 57 لغاية دلوقتي المفروض إن إحنا عندنا كم من البيانات عنه، وناس كتير جدا تستخدمه. يعني مثلا حوالي تلت الناس في أمريكا أو تلت السكان في أمريكا بيستخدموا ديت عشان يحموا نفسهم ضد الأمراض اللي بتتنقل عن طريق الناموس. فطبعا لو هو فعلا حاجة ضارة أو حاجة سامة أكيد المعلومات بتبقى معروفة أو متاحة للناس. فهو وكالة حماية البيئة الأمريكية اللي هي US EPA ال Environmental Protection Agency يعني كاتبة على الموقع بتاعها إنه بناء على يعني تحاليل كتير ودراسات كتير لدرجة السمية بتاعته هو يعتبر إن هو حاجة آمنة، وإن هو ما بيمثلش أي خطر على الناس لو استخدمته، وحتى كمان الأطفال. ممكن قدام شوية إن إحنا نلاقي حاجات تانية ظهرت، زي إن مثلا تبدأ الشركات مع وجود نتائج زي كده بتدل على فروقات ما بين أنواع الصابون وأنواع العطور في إن هي تجذب الناموس أو تنفر الناموس، ممكن نلاقي بعد كده إن المنتجات العناية بالبشرة مثلا نلاقي إن هي بدأت الشركات تعملها بمكونات معينة تخليها إن هي كمان تخلي إنها تنفر الناموس. وكمان يعني حاجة ممكن تحمينا لما احنا نكون بره، ان احنا نلبس حاجات بكم طويل، حاجات بنطلونات طويلة تحمي جلدنا اللي متغطي بالهدوم من ان الناموسة تخترقه وتقرصنا، لان الوقاية احسن حاجة من ان احنا للأسف نتعرض لناموسة ممكن تبقى ملوثة تنقل لنا مرض احنا في غنى ان احنا يعني نتصاب بيه. يبقى احنا خلينا كده نلخص النهاردة الكلام اللي احنا قلناه. احنا وريناكوا فعلا أدلة علمية بتؤكد ان الناموس بيبقى ساعات منجذب لبعض الناس عن ناس تانية بسبب مركبات عضوية متطايرة موجودة في الجلد بتاعتهم. وريناكوا ان احنا ممكن نحاول ان احنا نقلل من انجذاب الناموس لينا باستخدام انواع معينة من الصابون، او ان برش منتجات زي دي اللي ممكن تنفر الناموس انه يجي علينا. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. المراجع اللي استخدمناها هتلاقوها مكتوبة تحت. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب علشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه تقدروا تتواصلوا معانا على فيسبوك وإنستجرام تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على يوتيوب. وهتلاقوا في وصف الفيديو تحت التايم ستامبس بتاعة الفيديو عشان لو حابين تروحوا لجزء معين. شكرا لوقتكم ونشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.